السلام عليكم. احسن ناس في الدنيا، جمهور برنامج الكرة مع ابو علي. مبدئيا هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثانيا وحشتوني جدا. ثالثا طالع النهارده حابب ان انا اتكلم معاكم، لان على فكره انا مبسوط جدا من اداء النادي الاهلي قدام سيراميكا. طبعا كل الناس هتستغرب، لا، المباراه فنيا في المجمل اللعيبه كلها كانت تقريبا في مستوى هايل. رحنا كتير، وصلنا كتير. طبعا كان في وحش ما شاء الله، الله اكبر، محمد بسام، واو واو، بكل امانه، بايديه وبرجليه وبيشيل بصراحه. ده الحارس اللي يقدر يشيل فرقه بكل امانه. طبعا بالنسبه لي خطا الشناوي النهارده مش خطا اللي هو خطا يعني عابر. لا، خطا الشناوي اللي هو خطا كل مباراه تقريبا بالنسبه لي بقاله فتره. مش هقول ان انا جاي على الشناوي، لا، هو فعلا الشناوي انا بقالي فتره وبقالي كام فيديو، يمكن ده رابع فيديو اقول فيه ان الشناوي لازم يقعد، ودي النقط اللي انا هلوم عليها كولر هيمشي بسبب اللعيبه اللي بتلعب في الاهلي بالاسم. كولر فنيا انا معجب بيه جدا جدا جدا، والله العظيم عنده كتير جدا يقدمه في النادي الاهلي، وهيعمل فرقه قويه جدا في النادي الاهلي. بس الحاجه الوحيده اللي ممكن تمشيه من النادي الاهلي ان هو بيعتمد على لعيبه بتضيع منه نقط، بتلعب في الاهلي بالاسم. اقسم بالله بيلعبوا في الاهلي بالاسم. مش عايز حد من جمهور الاهلي يزعل مني، انا راجل بحب النادي الاهلي، ما بحبش افراد في الاهلي. بحب النادي الاهلي وبعشق تراب الجزيره، بس مش على حساب النادي الاهلي هقف مع فرد علشان هو عمل اسم عمل اسم، اسف، وعمل تاريخ في النادي الاهلي. الشناوي لازم يقعد ويعرف ان هو مش حارس مصر الاول ولا حاجه، وهعتب اكتر على مدرب المنتخب بكل امانه لو ضمه، لان بصراحه حرام واحد زي بسام ما يبقاش حارس في منتخب مصر، وواحد زي الشناوي يبقى حارس في منتخب مصر. حارس راح عليه اكتر من 10 كور من النادي الاهلي، دخل فيه بلانتي ضربه جزاء، وكان بيلعب وكان هيلعب عليها كمان. وحارس تاني اللي هو حارس النادي الاهلي راحت عليه واحده جمهور الاهلي دخلت فيه، وعلى فكره ما دخلتش فيه عادي زي ما قلت في الفيديو اللي فات، دي دخلت فيه بخطأ منه هو شخصيا. خروج خاطئ، تمركز للعيبه خاطئ. كل ده هو المسؤول عنه انا من وجهه نظري. الشناوي النهارده ضيع نقطتين. قفشه اللي بيلعب بالاسم برضو على القضيه ممكن وهيفضل عايش عليها كتير قوي، وخليكم فاكرين كلامي، مضيع مننا نقطتين في مباراه فيوتشر بتضييعه لضربه الترجيح، ودي برضو بلوم على كولر فيها، لان وقتها انت طلعت في المؤتمر الصحفي وقلت هو ازاي دخل يسدد، انا مش عارف ازاي. انا واحد من الناس قلت ان انت ما رضيتش تعمل ردة فعل في الملعب اثناء المباراه، تمام، عشان ما تخسرش اللعيب. ضاعت ضربه الترجيح، انا قلت الراجل ده مش هيلمسها في الاهلي تاني. بس بصراحه رجعت واستغربت ان الراجل ده من يوم ما ضيع ضربه الترجيح وهو بيلعب اساسي، وبيلعب تقريبا ال 90 دقيقه في النادي الاهلي. وده اللي معصبني ومنرفزني، ان انا فرقتي تبقى عامله مباراه زي مباراه النهارده، ولا يهمني تضييع النقطتين النهارده باي شكل من الاشكال، لان النقطتين النهارده ضاعوا بسبب فرد، بسبب لعيب في الملعب، خطأ كرة راحت علينا اخطأ فيها حارس المرمى بتاعنا، دخلت فينا جون. لعبنا هجوميا، لعبنا، خلقنا فرص، هددنا كتير، كان في حارس متألق قصادنا، كانت في فرقة بتلعب بتنظيم، شابوه احمد سامي كان بيلعب بتنظيم دفاعي قدام النادي الاهلي النهارده ممتاز جدا. بكل امانه كولر هيضيع نفسه في الاهلي بسبب لعيبه بتلعب في الاهلي بالاسم. انا فنيا النهارده عجبني محمد هاني جدا. ياسر ابراهيم كانت ثنائيته مع محمد عبد المنعم مش كارثيه زي ما تكون مع متولي. يعني خط الدفاع عندنا كان بيأدي بشكل كويس، يعني مش هو ده، مش الواو اللي احنا محتاجينه، بس مش السيء. تمام. علي معلول لا خلاف، لعيب فعلا. انا لو الاهلي فعلا بيفكر يسحب شرط الكابتن من الشناوي ويديها لعلي معلول، انا من مؤيدين هذا الموضوع بصراحه، لان هو لعيب فعلا، تحس ان هو مولود في النادي الاهلي، مولود في التتش. طبعا النهارده غياب السوليه، طبعا هو الراجل بيريح السوليه، وعنده اللعيبه كلها تقريبا في نص الملعب زي بعضيها. هو ديانج مستواه عالي جدا، عمل مباراه جيده جدا برضه. حمدي فتحي، مش حمدي فتحي اللي احنا عارفينه، بس حمدي مع الوقت هيرجع لمستواه. حمدي الاصابات الفتره الاخيره كانت كتيره جدا عليه والغيابات، بس ان شاء الله عمل برضه مباراه كويسه في نص الملعب، مش الواو اللي مستنينه من حمدي فتحي. شادي حسين النهارده عمل مباراه مميزه. عنده مشاكل كتير، بس طبعا دي كلها بتيجي بالممارسه، وانا شايف ان كولر ما بيعتمدش على حد فيهم مباراتين متتاليين. حد بيبتدي المباراه دي بيقعد المباراه اللي بعدها، وده برضه هو اللي محتاج يفكر فيه شويه. الفيرود علشان يسجل لازم يكون ثابت. ثبت فيرود، العب بيه مره واثنين وثلاثه.
وحتى ممكن بعد 3 مباريات تبدا تنزل فيرو التاني وتجربه، لان انت كده هتحكم بمباراه واحده وده مش هيكون كويس. الراجل فنيا عاجبني، فنيا عاجبني. والمباراه النهارده والله العظيم انا بجد ما زعلتش، انا ما زعلتش من النهارده من تعادل الاهلي مع سيراميكا، لان شفت ان اللعيبه ادت في الملعب. بس زعلت ان واحد زي الشناوي لسه بيلعب اساسي بالاسم في النادي الاهلي، وعندك علي لطفي وعندك مصطفى شوبير حارسين جيدين. وشفنا علي لطفي نزل في اصعب موقف السنه اللي فاتت لما صد ضربه الترجيح من محمود علاء وكسبنا الزمالك 2-1. يعني حارس عنده كتير، ويقدر يلعب تحت ضغط، ويقدر. وشوبير انا متاكد ان هو حارس جيد جدا. بس موضوع طبعا ابن شوبير والكلام ده كله، زي ما شفنا في الزمالك ابن اسامه نبيه مقطع الدنيا. شفنا الكابتن حازم امام بقى قبل كده، شفنا حاجات من دي كتير. مش شرط عشان هو ابن حارس مرمى الاهلي السابق الاسطوره احمد شوبير ان هو ما لا ياخد شوبير. انا متاكد ان هو حارس مميز، وهيكون حارس مميز في النادي الاهلي. لا، الشناوي لازم يقعد للمره المليون وللفيديو المليون. يا جماعه الشناوي محتاج يقعد. قفشه لازم يمشي من الاهلي، يمشي من الاهلي. طبعا ناس كتير قوي هتقعد تقول لي انت بتقول ايه، انت بتقول اي كلام، انت انا بقول لكم قفشه لازم يمشي من الاهلي. وعندنا فرص كتير جدا جايه له، عروض كتيره جدا بفلوس كويسه جدا للنادي الاهلي. انا رايي ان هو يمشي من النادي الاهلي. معلش طولت عليكم، بس كان لازم اقول شويه الكلام اللي ما كانوش مريحيني، لان المباراه نفسها فنيا وتكتيكيا كانت مريحاني جدا من المدرب ومن اللعيبه، باستثناء طبعا خطا الشناوي. يلا الحمد لله، الدوري لسه طويل. الزمالك هيضيع كتير، واحنا هنضيع كتير، وبيراميدز هيضيع كتير، والاتحاد هيضيع كتير. انا طبعا صدعتكم ووجعت دماغكم، معلش انا اسف. لو كنت بتشوف الفيديو يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الكوره مع ابو علي. وما تنساش اللايك والشير، وتصلي على نبينا الزين، واشوفكم على الف خير. سلام.